بصوا بقى، انا عملت الفطار الجميل ده بعد صلاة الجمعة على طول. عملت الفطار الجميل ده، فطار بسيط وهيعجبك جدا لمحبين الرنجة اللي بيحب ياكلوا الرنجة. بصوا بقى، اعملوها بالطريقة الجميلة دي هتعجبك جدا جدا وهتحبيها جدا جدا. بصي بقى، مع البصل مع العيش البلدي المصري الجميل هتاكلي احلى رنجة بالقوطة والبصل. ودي شكلها بعد ما خلصت، وده الصوص بتاعها بقى، عايزه اقولك مشطشط وجميل جدا جدا. يلا قومي بسرعه هاتيلك رنجايه واعملي الوصفه دي وهتعجبك جدا. واللي اول مره يشوفني ويتابعني، انا مطبخ ام هاجر. اوعي تنسيني بالاشتراك في القناه، فعلي الجرس يوصلك كل حاجه بعملها. شير كومنت حلو منك ليا. طبعا انا معايا سمكتين، طبعا هنضفهم من الشوك وهتشوفوهم دلوقتي بعد ما نضفتهم. ومقطعة يعني نص كيلو من القوطة. قوطة فريش جميلة مقطعاها قطع صغيرة مع بصل قطع صغيرة. تمام كده. وهوريكي بعد ما فصصت بقى ايه الرنجة وطلعت منها الشوك ده كان شكلها معايا. طبعا هجيب معايا ايه حلة صغيرة كده، وهنزل بشوية الزيت بتوعي بعد الحلة ما سخنت على النار. هنزل بشوية الزيت، ولازم تخلي الزيت يسخن معاكي. اي حاجة هتعملي فيها بصل في الزيت لازم تخلي البصل يسخن معاكي، عشان لو الزيت ساعات بيبقى ايه في ريحة كده، ريحة اللي هي المزنخة بتاع الزيت دي، فلو سخنت الزيت هيطلع منها الريحة. نزلت بالبصلتين بتوعي اللي انا مقطعاهم قطع صغيرة، واخلي البصلاية كده ايه تدبل معايا. طبعا مش هنحمر البصل اللي احنا نحرقه يعني، لا، احنا هندبله بس معانا كده يبقى ايه مصفر حاجة بسيطة. تمام. بصي يعني ايه، وطي على البصلايه كده وايه وتدبل معاكي. بجد هتعجبك الوصفه دي جدا. قلبي كده البصلايه عشان ايه ما تتلسعش منك وتبقى واحده وواحده. اوعي تنسيني باللايك الجميل بتاعك على القناه. شجعيني واعملي لي اشتراك في القناه. تمام كده، البصلايه كده ايه دبلت معايا. طبعا احنا بنحط معاها فلفل، بس انا ما كانش عندي الفلفل متاح ساعتها، فانا جبت الشطه الجميله بتاعتي الحمرا دي ونزلت عليها. دي برضو بديل ايه الفلفل الاخضر. عايزه تعمليها حاميه، عايزه تعمليها من غير فلفل، براحتك حسب رغبتك. طبعا احنا بنحبها ايه تبقى مشطشطه شويه. عايزه اقولك ان الفلفل ده فلفل اللي هو السوداني الاحمر. تمام كده. خلاص كده هي البصلايه قربت ايه تدبل معايا وتصفر. تمام كده كده خلاص البصلايه احمرت معايا ودبلت. هنزل بقى بالقوطه الجميله بتاعتي كده على البصلايه. شايفه شكل القوطه جميل ازاي، احمر بقى وفريش وجميله. وعايزه اقولك ان القوطه بقالها فتره كبيره غاليه جدا، يعني القوطه الكيلو فيها ب25 جنيه. معرفش بقالها فتره غاليه جدا وما بترخصش. زي ما بيقولوا مجنونه يا قوطه. خلاص كده قلبت البصلايه بتاعتي مع القوطه. هنزل بقى بالشوية الكمون الجميل في القوطه. تقلبي كده بقى الكمون كده في البصلايه بتاعتك والقوطه، وتنزلي بقى بشوية مية. التركاية بتاعتك بقى تنزلي بشوية مية كده سخنين، عشان طبعا البصلاية والقوطة هتنشف معاكي بسرعة ومش تلحق تستوي معاكي القوطة، فانت تنزلي بشوية مية صغيرين كده، مية دافية كده، وتسيبيها تدي معاكي غلوة غلوة بس بالظبط. وتعالي نبص على ايه الصلصة بتاعتنا بعد ما خلصت كده. خلاص هي كده ادت غلوة. هنزل بقى بالرنجة بتاعتي في الخليط الجميل ده. بجد ريحتها تحفة وطعمها جميل جدا. بجد جربيها، الوصفة دي هتعجبك قوي قوي. تمام كده. وقلبي بقى كده ايه الرنجة بتاعتك مع القوطة والبصلاية والقرن الفلفل الجميل ده، هتديها غلوة واحدة بس. طبعا مش هنحط فيها ملح لان الرنجة مملحة.
لكن لو الرنجة معاكي دلعة قوي ممكن تحطي سنة من الملح صغيرة. تمام كده خلاص، هي ادت الغلوة بتاعتها. تعالي بقى نغرف الرنجة بتاعتنا الجميلة. ودي كان شكلها بعد ما خلصت. يا رب يا رب الوصفة بتاعتي تعجبك، ولو عجبتك اوعي تنسيني بالاشتراك في القناة. شير كومنت حلو منك ليا.